أحد علماء دمشق ذكر لي هذه القصة. جاء لعنده طالب لا يعرفه، قال له: أنا من تلاميذك، ولا يوجد عندي رأس مال، ولا وظيفة مرموقة، ولا بيت، وعمري 23 سنة، وليس عندي أمل أن أتزوج ل50 سنة قادمة. ماذا أفعل؟ قال له: اتق الله. قام مستهزئا. قال له: يا بني، هذا الذي عندي. ذهب بعدما وقف موقفا غير مؤدب مع شيخه، وعاد لعمله في المحل حيث كان. كلما يأتي زبون يعتني به كثيرا ويقنعه بجودة البضاعة، فلاحظ صاحب المحل أن الوضع ليس طبيعيا. المداخيل ارتفعت ودوامه جيد، وإذا ذهب للصلاة في الجامع يستغرق 8 دقائق فقط، يصلي ويعود، لا يبقى ساعتين. تابعه صاحب المحل أكثر من سنة. يتقي الله. وكان عند صاحب المحل بنت رائعة جدا شاهده أنسب شخص لها، فعمل له تمثيلية. أخذ له بيتنا في كفر سوسة بأرقى البيوت، ثم قال له: أنا أريد أن آخذ رأيك بالسيراميك، اختر لي أنت والشاب لا يعلم شيئا. بعدما انتهى من تجهيز البيت، قال له: هذا البيت لك، أنا اخترتك زوجا لابنتي. هنا إدرك الشاب معنى نيتي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، التي نصحه بها الشيخ.